على اغتيال الفنان اللي أعطى الكثير للمسرح للسينما للتلفزيون عز الدين المنجوبي ربي يرحمه برحمة الله. نقول له أعمالك تبقى تشهد لك لسنوات وللأجيال. الفنانين الجيل الصاعد عمره ولا ينسى الفنان اللي دينا منه. كنا احنا صغار نجيو هنا المسرح ونشوفوا العمالقة الفن تاع المسرح الوطني، بهم اللي دخلنا الفن، بهم اللي حبينا للمسرح. هاد الفنانين اللي عطاو الكثير للمسرح مثال عز الدين المنجوبي عمرنا ولا ننساوهم. وعلى هذا بهذه المناسبة ذكرى 28 سنة نعظم له الأجر باسمي وباسم كل أسرة الفنية إن شاء الله. ربي يرحمه برحمة الله. المرحوم عز الدين المنجوبي واش نقدر نقول عليه؟ انسان مرح، انسان الابتسامه ما تفارقش وجهه، يحب كل الناس، ما يعرفش الغش، ما يعرفش يحقد. شنو نقول لك انا كي نتفكروا والله يروح من النص، لان نقول باللي انسان كيما هذاك ما عندناش حق نمسوه ابدا ابدا ابدا. انسان يعني في منتهى الروعه، صديق كل الناس. انا كنت صغيره كي دخلت المسرح، هو اللي شجعني باش نبقى. ما نقدرش نقول لك كاين البعض والله قريب نقول راح نهرب لانه كانوا سلبيين، اما هو ايجابي، يحب الناس، صديق كل الناس، الابتسامه ما تفارقش وجهه، ربي يرحمه. لما نتكلموا على شهداء المسرح نتكلموا على فنان بمعنى الكلمة، والأستاذ والممثل والمخرج الكاتب المرحوم عز الدين المنجوبي اللي توفى هنايا عن الباب تاع المسرح، ونترحموا عليه، نترحموا على جميع الفنانين اللي توفاو، وإن شاء الله اللي بقاو إن شاء الله يتهلاو فيهم، وإن شاء الله يكونوا من أهل الجنة. عز الدين مالغري مات بصح توجور قاعد في قلب. ربي يرحمك. السلام. واش نقول لك على عز الدين المنجوبي الله يرحمه ويوسع عليه؟ فنان كبير، ممثل مسرحي سينمائي تلفزيوني وإذاعي، ذاعي ومقتبس، مترجم، مخرج، عنده مسار طويل في الفن المسرحي بطبيعة الحال. صال وجال عبر التراب الوطني كممثل وكمخرج. بدا في الإذاعة، ثم في 66 جا هنا المسرح الوطني الجزائري، ولعب في عدة مسرحيات عالمية ومحلية وكلاسيكية إلى آخره وعصرية. ثم بدات المغامرة نتاعو، مشى لباتنا المسرح الجهوي باتنا، خرج معاهم مسرحية البعوش، عالم البعوش، ثم راح لبجاية مسرحية الحويته، ثم جا لهنايا في جانفي 95 يعني تم تعيينه كمدير المسرح الوطني الجزائري. فإذا يعني بالمكتوب كما نقولوا احنا بشاء القدر، يعني كنا داخل المسرح، كان تمرين تاع مسرحيه، وجا صديق باش عيط له باش يروح للصوالي باش يغيروا تاع الامضاء تاع لا بنك تما تاع خاطر راه مدير. مالا مع اللي وصل هنايا اخرجوا ليه يعني إرهابيين يعني بأتم معنى الكلمة، وأراده قتيلا يعني إلى آخره. إذا يعني تقريبا 5 سنوات يعني هنايا الوالي تاع العاصمة السيد الزوق يعني مع بلدية الجزائر الوسطى أخذوا قرار باش يديروا 4 تماثيل هنا في الساحة، يعني ساحة بورسعيد. السيدة كلثوم اللي تعتبر أول فنانة ممثلة جزائرية، سي عبد القادر علولة، وكذلك محمد بوديا، وبلا ما نساو عز الدين المنجوبي اللي راهي يعني التمثال نتاعو راه ليك. إذا هذه السنة نحيو الذكرى 28 لاغتياله. على كل حال خلى كمكون كمنشط
خلى بصماته وخلى اثاره للذاكره التاريخيه، للذاكره في المسرح، باش الاجيال الحاضره والاجيال القادمه ان شاء الله باش ياخذوه كمرجعيه، كوثيقه، يعني باش يوصلوا بناء الحركه المسرحيه كما بداها هو يبني فيها. نتمناو الاجيال الحاضره والقادمه كذلك اللي باش يواصلوا الاستمراريه في بناء الحركه المسرحيه، وهذه الارشيفات اللي خلاهم والمرجعيات اللي خلاهم ان شاء الله يستفادوا منها يعني الباحثين والممارسين والجامعيين اللي راهم يحضروا الاطروحات نتاعهم للحصول على شهادات يعني الليسونس والماستر والدكتوراه. على كل حال، بمناسبة يعني وفاة الفنان القدير والكبير عز الدين متجوبي 28 سنة، الله يرحمه ويوسع عليه وينور الله يكون في الجنة. متجوبي يعني أنا كفنان عرفته وعملت معاه في دو فيلمين، فيلم لجمال فزاز مع عبد الرحمن جرقي لحن الأمل، وفيلم للممثل المخرج المرحوم محمد حلمي الولف سعيد. يعني كانت لي يعني مناسبه وعملت معاه. وعز الدين متجوبي يعني من اروع الفنانين اللي كانوا يعني انذاك، فنان عنده يعني الصور وعنده الهمه، ولما يطلع فوق الخشبه يعني هو اللي زغد الخشبه ماشي هي اللي تزغدو. والناس الجمهور يعني الاغلبيه منهم كانوا يجيو يشوفوا يعني اعمال مسرحيه على جال عز الدين متجوبي، لانه كان ممثل ما كانش كما نقولوا حنا يخبي، ولا كان الشيء اللي عنده كان يلقاه يعني للجمهور، وهذا هو الشيء الجميل للممثل. وتمنيت انا لو كان يعني عملت معاه فوق الخشبه، ولكن يعني للاسف.